ترقى ارحب كانك عثق ما ندخله. شو راح اقنع العبوسي انه بالمدرسه ما يصير لازم نزع بلا وزق نبوت وسرطان وسم احمر. العب العب هاي الايد تكون انظف منك ومن 1500 ألف كيف انت تلبسينه. انا قسم بالله من وراء هاي الانسان انا قمت احب الشعر القصير، انا احب الشعر الطويل صراحه، بس يا اخي كيوت وهذا شغلات. لا والله عمي مشتاقين اساطير. مرحبا والله شباب بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير، عساكم طيبين. وياكم محمد كريم في فيديو راب جديد. بس مرخصتكم هذا كل شويه يفلت. اي ركب. شوكم عمي مشتاقين، عساكم بخير، ان شاء الله طيبين. شنو ماكو شو ما تبينون؟ إن خلصت امتحانات بس مو معناته تنسوني. الشيطان مالتكم بس بوقت الامتحانات يذكركم بيه. نزلنا فيديو ومن خلصت امتحانات عفتوني. راح تتهم طالعين علي يابا، مو بس انا بالذات، انتم هم بالذاتين. المهم شباب، بدايه ما عليكم بالخط هذا الطالع بالتيشيرت هذا بسبب الحبل، تمام؟ الحبل فجبته من الحبل انا دايما، وقبل لبسته قلت خلاص اصور فيديو، تمام؟ فلا احد يقول لي شنو هذا الخط طالع بتيشيرتك وليش ما كاوي ما اعرف. طلع لوتي وبدل شنو، يحط له مي وتستز حتى بالاخير كوي حتى يروح الخط انزل لي جو هيك شيء ما يبين. خلاص راح انحلت المشكله. طيب زمان على السلسله اللي كلكم تحبوها، واللي اذا نزل اي فيديو يحكي على اي شيء بالعالم راح تكتبوا لي بالتعليقات الفيديو حلو بس احنا نريدك ترجع لهاي السلسله. ما ادري ليش علاقتكم بهاي السلسله طيبه وحلوه، ما اعرف، بس صراحه انا والحكي بيناتنا حتى انا احب هاي السلسله. ليش؟ لانه بيها هواي تمثلت، وانا تعرفون احب التمثلت، احب امثلت على الناس اللي يمثلتون هوايه، فايش علاقه تمثلت بيناتنا، فراح يطلع الفيديو حلو. صايرين من البدايه حتى نكون متفقين على كل شيء. شكري بلايك لهذا الفيديو واشترك جو بالقناه اذا كنت بعدك ما مشترك، راح اعطيك ثانيتين حتى تشق لايك للفيديو. يا ما ثواني بهزلك تشق لي لايك للفيديو يا اخوي حتى نكمل. اريدك تحضر لي او اريدك تحضري لي اي شيء موجود قبالك حتى تاكليه وتزقنا بيه، او حتى تاكله وتزقنا بيه. يعني مثلا انا كنت محضر شيبس بس الشيبس صراحه خلصته قبل ما ابدي، فانتوا عوضوا عني وخذوا لكم فد شيبس فد عصير فد اي شيء، يعني حتى لا تباعون مقابلين بس هيك قاعدين، لا حتى على الاقل يعني تاكلون تزقنون فد شغله من تباعون هذا المقطع. صايرين؟ فيلا حتى ما نطول بالمقدمه يا شباب، سووا اللي قلت لكم عليه ونقول بسم الله ونبلش باول فيديو وليتس جو بيبي. اوكي منو عندنا هنا؟ حلو حسام، نبدي الفيديو بحسام اذا امورنا طيبه. حلو قاعدين هم كلهم ويجي والعائله الكريمه مالتهم كلش لطيفين والله. اوكي ما في مشكله، واحد قاعد يغازل مرته، يعني ما بيها مشكله، يعني هو مسوي اغاني وهي مرته، فمن حقه انه يغازل مرته بالاغاني اللي هو يغنيهم صراحه يعني. اي لا حبيبي لا 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 لا، يعني هذا صراحة الغزل بينك وبين مرتك ممكن تقول لها على الخاص، ممكن انتم بالبيت قاعدين هيك على الغداء وتقول لها هذا البياض البيت حل حنين والشرايط باين. انا ما مجبور انه اعرف انه هاي المواصفات، انا ما مجبور انه اسمعها صراحة. مرات احسها دموع انت من حقك صراحه، والله من حقك، الاغنيه حلوه والامور طيبه والله يسعدكم ان شاء الله وعلى كل شيء لطيفه، بس هاي المواصفات انه بيضه وشرايط تبين يشيل ايدها وتشوفني الشرايط، انا ما مجبور اشوفه ولا الشباب الطيبه مجبورين ان يشوفون المواصفات. انت اغنيتك حلوه تقعد بالبيت وتغازلها باللي عجبك مفتوحه لكم كل شيء، تغني لها تقعد ممكن هم مو مشكله، اما تلزم وتقول لي الايد بيضه والشرايين وما، انا مجبور صراحه اعرف المواصفات. هاي شغله استاذ حسام خاصه بيك انت. صايرين؟ والله يحفظكم لان عائلتكم مبين عليها جدا لطيفه وحلوه. بس نسيت شغله استاذ حسام وما قلت لي، هاي الاغنيه مالتك على يا مقام الله الدنيا ايش قد دواره. اللي بعده اوكي كافي الخاطر الله، كاتب هذا الترند حتى بالثلاجه طلع لي. لا 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 بشرفك لا بشرفك لا ليش يا اخي ليش تسوي؟ تقدر تفسر ليش؟ يعني كلياتنا طلع عنا هذا الترند قبالنا، بس استخدمت هذا الفلتر مال المكياج ومال هذا الترند، وحتى ابين للناس انه هذا الفلتر يطلع، يعني بربك هذا منظر انا اشوفه متشاب حلو ومرتب وهلا والله يحفظك. احكي بيناتي خو اقول الترند عجبني بس ردت اصوره بغير طريقه، اكتب عليه كاف الخاطر الله ما ادري شنو، بس انت الظاهر بنفسك يعني بنفسك تريد تجرب هذا الترند، فقلت خليك اكتب كاف الخاطر الله واجرب الترند. زين سجرب الترند احفظه يمك، سوي الفيديو خاص بس انت شوفه. ليش تشتري يا اخي؟ هسه انت مقتنع بهذا الفيديو اللي منزله؟ يعني هالمكياج ولحيتك والحمراء والكائنات كلياتها اللي صارت عندك اشتباكات مقتنع بيها؟ لا يا اخي لا والله ما، لا انها بترفع حاجب يا حبيبي يا منو يا ليث يا مو هيك والله مو هيك يا اخي والله العظيم مو هيك يا عمري انت، استغفر الله العظيم. اللي بعده من هنا ارحب بالغساله المحترقه ارحب.
كنك عثق ما ندخله الخطه دي اوكي مو شيء جديد يعني عزيزتي نداوي، عادي احنا تعودنا ان اي واحد يطفى من جماعه البثوث وربحه يعني يستخدم الخطه دي. طبعا الخطه دي تجي ورا الخطه A والبي والسي، وهاي دي اخر واحده تمام، اللي هي نقوم نطلع شغلات وحركات وبركات حتى شنو نثير الدجل على قولة خالتنا بنين. بس يعني حابه اقول لك على شغله عزيزتي نداوي، يعني صراحه العالم بدأت تفتهم هاي الامور يعني صراحه يعني، وما يصير اي اغراء هذا مو اغراء تمام. اللي يطفى هنا خلي يشوف له موضوع ثاني ويشوف له محتوى ثاني ممكن يطلع بيه وينجح، اما يسوي هاي الحركات كافي. حتى العالم لعبت نفسها قامت ما تمشي عليها يعني، حتى قامت العالم تسوي سكيب. حاولوا يعني تقللوا من هالخطه دي وتخترعون الخطه جي اف ام اي شيء تمام، بس هالخطه انكشفت اوفر. اللي بعده اوكي شنو هنا؟ طلوا لي رحومز مع الزواجات العراقيه. اوكي اثنين مو عراقيين قاعد يسوون رده فعلهم على الزواجات العراقيه، يعني العراس العراقيه. لا 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 صراحة غير مقبول. شوف أنا ما عندي شوف ستوب افتهمنا ستوب. انا ما عندي مشكله انه انت تنتقد او تطلع تعلق على بعض العراس العراقيه، بس لا تعمم بليز يعني، بليز رجال لا تعمم. مو كل العراق هيك تكون زفاتهم وهيك يكون زواجاتهم وهيك يكونون ترتيبهم، رجاء بليز يعني. هاي الستايلات تكون عند بعض من الناس اللي عندنا بالعراق وتكون عاجبهم هاي الستايلات، ما اعرف ليش للامانه. انا صراحه شخصيا ما تعجبني هاي الستايلات، وهوايه عندنا بالمجتمع ما يعجبهم هاي الستايلات. احنا عندنا صراحه بعض من الناس اللي عندنا يحبون هاي الستايلات، وهذا ستايل خاص بهم. انا من حقي اقول يعجبني وما يعجبني، بس انت وخاصه المعراقي العفو يعني مو من حقك تعمم على الزواجات العراقيه كلياتها وتقول هيك وتعيب عليها، لا رجاء بليز يعني، لان مو كل العالم عندنا هيك زواجاتهم او هيك ستايلاتهم. وكرر هاي فئه معينه عندنا هيك ستايلاتهم، وانت ممكن تقول عليها ما تعجبني، بس لا تعمم صايرين. فرجاء يعني خليك بعدودك، انا اسف بس هاي الحقيقه صراحه. اللي بعده من هنا يا ابويا لك لا ما اقدر شباب، لا تسقط على كان المفروض بكل مقطع عندي انزل مقطع لهاي المخلوقه صراحه يعني، ما اقدر دائما يعني من واحد تعرفون من قبل انا منه يعني من اتعصب بالمقاطع دائما اخلي لي فد مقطع هيجي يرفع عن نفسيته صراحه. المقاطع والله العظيم يا اخي والله شغله عجيب. اويل تخيل يعني انا اسوق بالسياره عيني طبقت بترافيك لايت والاشاره حمراء وبابا القى المخلوقه بصفي. يا سلام اول شيء اسويه اروح على هذا الترافيك لايت اللي قبالي بحجاره وطب الزمه بحجاره وفسخ اخليه بس معلق على احمر. ليش؟ حتى نطول يعني بالشارع، حتى من هون لازم الستيرن يجي وبابا بصف هاي المخلوقات وعلى المسجل شويه يعني تتنفس عندي المتنفسات، فهمتوني شلون؟ لانه صراحه والله من حقي يعني. شوف انا قسم بالله من وراء هاي الانسان انا قمت احب الشعر القصير، تحب الشعر الطويل صراحه يا اخي كيوت شغلات. ادري ممكن تلومون تقول كافي لحيت وافرت هوايه واسوي ذا يعني اكو 50 وحده، ادري اكو 5500 وحده احلى من عده، بس هي المشكله اللي قاعد تصير عندي يا شباب، المشكله مو بالحالات يا اخي، المشكله اكو فد شيء، اكو فد لمسه فنيه تكون بالانسان تخليك صراحه يعني تقب زين. وهاي يعني اعذروني هسه تؤمن من حقكم يعني يعجبكم اي شخص، انا ما احكي وياكم حلو، فانا من يعني اعذروني صراحه يعني صايرين لا تطلعون عليه. اللي بعده من هنا تفضل زنوبه. شو هسه اكو ناس ذوقهم يحبون يعني هاي الاشكال، اقدر احكي عليهم اقول لهم ليش تحبون؟ لا مو مشكلتهم هم اكو ناس ذوقهم هذا. ليش انا من اقول انا مثلا هاي الشغله عجبتني يصير عليه كلاش اوف كلان يعني؟ ليش مو اكو ناس يحبون زنوبه وعندهم متابعين وهاي الامور؟ شوف زنوبه تفضل الله شوف النظرات هاي الحلوه. بس زنوبه يعني خيتي يعني مع احترامي لك يعني هسه من صابغه من فوق وهاي الامور صبغه من جوا يعني ليش اصبح كانت رجلي من انا ارجع من الطوبه مطين وهيك مقلفحن؟ ليش؟ هسه من انا اصبغ من فوق يصبغ من جوا يا اخوي، يصبغ من جوا. انا ما بدي احكي عليك بس ما يخالف يعني شويه ترتيب يعني، انت طالع قدام العالم شويه
الله اكبر، شوي شوي تطلع علمه قدام العالم، والافضل انه اصلا ما تطلعين صراحه يعني، بس يعني شيء اهون من شيء. اللي بعده هنا شكو، العب العب يا لرقصك الاحترافي يا حبيبي. لا لا لا، لو شاد النوم الوسطى البيضة ورقصة اللقلق فوقها، لا يا عمري، لا 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 لا، أفرت جدا. شوف للمعلومه اكو فد نقطه بدي اذكرها بخصوص هذول الشباب اللي يرقصون بمثل هيك اماكن، للامانه يعني صراحه هذول الشباب ما لهم نسبه 100%. شنو محمد؟ شلون بتقولوا هذول يرقصون خزي ويرقصون هيك ويتموعون وما اعرف ايش قدام العالم، ويا اخي كل صورتهم حلوه. افتهم انا افتهم، مو معناته انا اذا ما لهم معناته الرقص مالتهم عاجبني ولا اللي قاعد يسوونه عاجبني. انا هم حالي من حالكم، ما يعجبني هيك ولا يعجبني ابو عليه ولا يعجبني صوره ولا يعجبني اشوف هيك مقاطع ولا يعجبني الشاب يسوي هيك سوالف ولا يرقص هذا الرقص ولا يلبس. انا مفتيمكم 100%. بس يعني انا مو اعذرهم انما شلون يعني شلون اقول لكم ما لهم نسبه 100%. السبب انه يعني مثليت شباب انه ناس فقره على قد حالهم على نياتهم، ما عندهم شيء يتونسون به غير انه بس من يصير مناسبه عيد لو ما اعرفوا ايش يروحون هيك اماكن مدينه العاب ويرقصون، لانه ما عندهم غير شيء يتونسون به صراحه. يعني احنا هم لازم شويه نعذرهم تمام، بس هذا الشيء مو معناته انه راضين على اللي يسوي، لا اللي قاعد يسوونه اكس مو حلو للامانه. بس يعني انه وين يروحون وين يعطون وجوههم؟ انه ناس هم محصورين تمام، يصير عيد او يصير مناسبه معينه يروحون لهاي الاماكن ويرقصون هذا الرقص، شوي يحس بفرحه يعني. حتى على هاي الفرحه اللي تجيه مره بالسنه لو مرتين نجي نخنقه، مو الله ما يرضى يعني. ممكن انت عندك شغلات تقدر تونس بها بحياتك غيرك ما عنده اياهن، ممكن انت عايش فد لايف ستايل غيرك ما عايش هذا او ما شايف اللي انت شايفه تمام. مو معناته انه كل شيء غلط وبس انا صح، بس مع ذلك كله انه نتمنى انه تونسوا، بس تونسوا بغير طريقه يعني. على الاقل مو بهاي الحركات الرقصيه يعني. ارقص يا اخي، ما ارقص، تونس حبيبي تونس، بس يعني حركتك شويه عدلها حتى من واحد يشوفك ما يقول هذا ايش بهذا قاعد يمضرط، فهمتني شلون؟ وفدوا اروح لكم والله العظيم ما زعلان عليكم لان حاسبكم انا. اللي بعده اي بالشارع قالت لي انت تشبه ابن اخوي حرفيا. شلون؟ قالت لي تشبه ابن اخوي حرفيا. شنو؟ حرفيا؟ شنو حرفيا؟ قالت لي على بالضبط. قلت لها قولي بالضبط. انا قلت ب200 هسه شنو الجديده؟ يا اخي انا اول مره اشوف واحد صغير بس هو كبير. زعمه رحمة الوالدة شنو حرفيا؟ انا لقيت بنيه وتكبني تقول لي حرفيا. يا اخي ليش تقول لي لا حرفيا؟ بعد الله انه شلون يقولها حرفيا؟ ليش تقولي له حرفيا؟ قولي له طبعا ما لا تتمسك يعني. هو نشوف فينا هو صغير، انا اول مره اشوف شايب صغير، اول مره اشوف طفل شايب صراحه. فرجعنا رساله للبنات اللي يقابلنا، لا تقولوا له حرفيا تمام، قولوا له طبعا، احكوا له بالعاميه، لا تحكوا له هاي السوالف مالت منطقيات حرفيا. ليش؟ لان اخونا هنا يضوج، واذا ضاج ممكن يسوي مشاكل حرفيا. عاشت ايدك. اللي بعده شكو هنا. حتى انت الخطه دي ليش مو انت حبابه وحليوه؟ لو هم نفس المشكله نفس السالفه، كل ما هاي على الخطه دي حتى شو يسمونه. بس على فكره الخطه دي كلش ما ضابطه وياك صراحه يعني باوع. يعني هسه بهاي الحركه هاي الشغلات اللي هنا صار عند غراء مو غراء يعني. انا اسف والله العظيم يعني، انا سابقا كنت اعتبره جدا لطيفه والله العظيم. بس ليش تتغيرون يا اخي؟ ليش يصير فيكم؟ لا بس اريد اعرف شنو هذا السر اللي يخليكم تنقلبون هيك فجاه. ليش هاي الحركات هاي؟ ليش شو هاي الحركات مال العيون؟ شو اشتغلت رحمه لوالديك؟ با شنو اخراء هذا مو غراء، هذا اخراء حرفيا. كل واحد يشوف الفيديو راح يصير ردة فعله مثل الاشكال مال الوجوه مال اللي قاعدين يمي الصراحه. مو كل واحد يطفى لازم يسوي هادي، لا سووا غير شيء، يطلع بغير شيء. عاد اقعد اصفن افكر بمحتوى جديد وانزله، اشوف العالم شو يعبوني. ليش هاي الكلان نعل؟ ليش؟ لا اله الا الله. اللي بعده شو يقول هنا التعليق؟ القذاره مورونه بدا لبسي شفوف صدق كذب. قاعد تحكي على الحجيه هاي لانه قاعد تسوي سياح بيديها، فقاعد تقول شنو القذاره لبسي كيف.
عزيزتي ام التعليق، بس احب اقول لك معلومه صغيره يعني للامانه. شايفه هاي الايد من هيك عجوز والله العظيم مو شقه، شايفه هيك ايد مال هيك عجوز وسويت سياح. هاي الايد تكون انظف منك ومن 1500 ألف كف انت تلبسينه، وهاي الايد تكون نظيفة اكثر من 1500 ألف معقم انت تستخدمينه. زين، هاي الايد انظف من عندك ومن تعليقك للامانة. هاي الايد للمعلومة اقسم بالله انا عندي فيديو انا على انستغرام اذا ترجعون من كنت رايح كربلاء يمكن اكل ساحة بالشارع وكله بهاي الطريقة يسوونه. هاي الايد وهاي الخبزه تطلع انظف من عندك ومن تعليقك. للي كانت بتلها للحجيه هيك تعليق تمام. اذا اكو بركه واذا اكو نظافه فهي بيد هاي الحجيه. زين لو لا؟ الله اكبر. اخ انا انغث والله العظيم، انغث انا من هاي السوالف، من هذول يتفستقون زياده عن اللزوم ويسوون نفسهم عدوه فتنوا بتكيت وفتكيت. يعني هو اذا اكو وسخ ما اصحاب له تكيت وهاي الثقافه الزايده والله العظيم. هاي بوجهه نظر يعني. ويلي نوب شو خبزه هسه ما اخذها والله وياها جلاس شاي واعلس واشرب اعلس واشرب. خاب حجيه تروح لك فدوه. اللي بعده شنو هنا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. انا ما مخبلني غير شغله واحده صراحه والله العظيم بهذا المقطع. اكو ناس قاعد يكتبون البنيه حلوه. شوفوا الامانه راح اخبركم بالزايد. هي البنيه يعني اقسم بالله اذا ترتب نفسها تطلع حلوه، بس هي ليش هيك مسوي يعني على يعني ليش هاي الشوارب؟ اللي تبي شوارب اكثر من صديقي. شوف بعد الشوارب اللي هنا. شوف وين ارجع باوع الناو بتطبب الموبايل بخشمها. هي الحركات مال انوثه بس الوجه مو مال انوثه. يعني هاي اشيلهن اذا ما تدري تروحين صالون روحي بحلاق على الاقل. يعني اذا انت لهالدرجه مسترجله اشيلهن خلي شليان بالموس. حواجب شويه ارتبن يعني ما طبب الكاميرا بخشمي. زين هاي الرؤوس السوداء مدري الحمراء مدري الخضراء اللي بخشمك ليش هيك؟ احد يفهمني هاي بياده ولا الشوارب عندهم فشي حلو بالمجتمع للبنيه؟ اقسم بالله هاي البنيه اذا ترتب نفسها تطلع حلوه، بس يا اخي هسه دا احسه كانه ما ولد ولابس ربطه. انتوا ليش تقولوا تطلعونا من طورنا؟ مو الله شافينا شركم. اعوذ بالله الله يبعدنا من ايش دول بهيك موديل للنسوان قسم بالله. واحنا هيك تخيل ذنوبه تحط شوارب ايش تطلع تشريف. اللي بعده ليش الشاب العراقي حول على السوريات وقام ما يتزوج عراقيه؟ اوه سبب المهر برأيي. صح والله. ليش؟ والله صار عندي فضول اعرف ليش. ليش؟ لا تأمرني ابن عمي. لا تأمرني وابن عمي هو. بس المهر غالي يا سيدي. يشبيه العراقية من تقول لك اروح لك فدوة. ارجع لك في تاكسي. صدق والله ليش العراقيين قاموا هاي الفترة اللي جت هاي الأخيرة والله آخر 6 أشهر 7 قاموا يعرفون اللي شو يسمونه ويروحون على شو يسمونه. ليش؟ مخبلكم والله العظيم. أنا أعرف واحد خبل جاب هاي السالفة قبل كم سنة وكان الله ضارب على راسه وسواها وتورط وبعدين بالنهاية انسحب. ربك ستاره وهاي. ليش يعني ليش تسوون هاي الحالة شباب؟ هاي الحالة مو جسمه والله العظيم. شايف إذا يقبون علينا بعدين العراقيات بس الله يخلصنا صراحة. يعني من حقهم. وتقول لك ليش تقول لك ليش تروح عليه؟ تقول لك توبرنا من عمي اخوانا. اقول لك اروح لك فدوه. لا اروح لك فدوه مال العراقيه تحسه تهديد والله العظيم. شايف انت العراقي من يقول لك اروح لك فدوه تحسه تهددك. مو قاعد اروح لك فدوه. واذا تص صوتها وتقول لك اروح لك فيديو تقول لي تتموعين هسه والله حارت البنيه. تقعد تحكي لك اياها بصوت عالي تقول لها تهدديني. تحكي لك اياها بصوت ناصي تقول لك تدعوصين. شو تريد من عندها؟ اقسم بالله يا الربع صوت مو بيكم والله صوت بينا احنا شويه. الله صامتنا على عقلنا ومضروبين يعني صراحه. يعني انتظرونا كم سنه سنه سنتين 3 بين ما الله يفرجها وينضرب حالنا يعني. وممكن نحل الاخطاء اللي كنا نوقع بيها بالماضي ونسوي اخطاء جديده. ما تضحك. اللي بعده عباس نزع من الحر. شنو عباس نزع من الحر يا ستار؟ لك هاي وين عبوسي؟ لك هذا ذكرني باحمد اخويا بالقران. لك حبس بوز. لك انت بالمدرسه ما قاعد بالهولين بيت جدك. لك ما يصير بابا ما يصير انها تنزعل مو لك. هاي شو هذا شو راح اقنعه العبوسي انه بالمدرسه ما يصير لازم ننزع بالله. لك ماخذ راحته على اخر عبوسي روح.
اقسم بالله يعني اتمنى انا اسوي، تخيل انا حاره المدرسه قاعد انزع. عبوس حياتي. هو انت صح اللي سويته كلش مريح صراحه وانا اتفق وياك، بس ما يصير هيك تسوي مدرسه، عيب. اللي بعده شنو هنا؟ ليش؟ وزق نبوت وسرطان وسم احمر وزهر مر وقز القرد. ومن تطلع برا يقول لك ليش الاجانب ياخذون على العرب نظره مو حلوه، يحسونها همجيه. طبعا يحسونها همج. تخيل انا اجنبي وقاعد ويا عائلتي ويجيني واحد يجوعر بنص ام الاماكن العامه. والله شنو دا يسوي ترند وين بالخرخوك اللي هو التيك توك؟ ليش يعني احنا ناقصنا النظرات السخيفه. انت بصيحك هذا كأنك زمال، حس الزمال تصيح بنص ليش يا اخي ليش؟ لو باكر عقب هذا يرجع ليله ويقول لهم والله الاجانب عنصريين صراحه، عنصريين يباعونا نظره دونيه. طبعا يباعوا لك نظره دونيه. شو يسوي رئيس وزراء؟ طبعا اذا انت تجوعر بنص المطعم تجوعر ايش بيك؟ عندك نقص؟ منين نلقاها؟ منك من البلاي. لا يحكون على التعليق مال كروز ما ادري شو اسمه. نشوف اخر مقطع. الله ليش ليش ساكت؟ ليش ما اريد احاكيك؟ اي الله الله ريحة زلم. اي والله شي عمري ما شميت ريحة زلم بيك. الله لك عين ايش قاعد تسوون اهل تشوفي؟ لك ايش قاعد تسوون؟ والله موتونا. يوميا طالعين لنا بترند جديد، يوميا طالع لنا بدال غساء. احنا ما خلصنا من احمد الطيب اللي موتنا تموت باغانيه، انه بيطلع لنا الزلمه الشقاقي. والله عمي واقسم بالله قاعد تبدعون، والله العظيم اقسم بالله قاعد تبدعون. الحمد لله كان المقطع الاخير لطيف وجميل، فخلينا نختم به لانه تعبنا. حبايب قلبي واللي كان يكون هذا المقطع اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، واتمنى ان شاء الله يكون كنت قد الوعد، وما صار لي هوايه فتره من نزلت مقطع ذاك ونزلت هذا المقطع بعدين، وهي كلها يومين 3 اسبوع 10 ايام يمكن صار غلس. فالمهم انا من الناس اللي تحب تشجيع، فحط لايك هذا المقطع حتى تشجعني، واشترك بالقناه اذا بعد ما مشترك حتى نوصل 4 مليون باسرع وقت باذن الله. كان عندكم مقاطع تحبون اعلق عليها ممكن تسوي لي تاج على تيك توك او على الانستغرام على معرفي MO7KAREEM. تاكدوا من هاي الشغله انه انا اشوف كل التاجات اللي تجيني، كل التاجات سواء كانت على الانستغرام وسواء كانت على تيك توك، كل التاجات انا اشوفها. وبس يا حبايب قلبي، اشوفكم ان شاء الله بالمقاطع الجايه. كان وياكم اخوكم محمد كريم، ومع السلامه.